حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ شايفين البطايه الحلوه دي؟ هقول لكم على طريقه ليها تبقى تحفه. هتعمليها محشيه فريك ومش مسلوقه وكمان مشويه، وهقول لك على سر اللون الحلو قوي الجميل بتاعها ده انا عملته ازاي. وكمان الجلد بتاعها طالع كده كريسبي وجميل، وبصوا من جوه دايبه دوب حلوه قوي قوي. يلا بينا كده نعملها مع بعض. اهم حاجه عشان تطلع معاكي البطايه حلوه وريحتها جميله كده لازم نعمل لها محلول النقع. انا بيتاه ليله كامله في محلول النقع ده. هو عباره عن ايه؟ ليمون وخل وملح وسكر في ميه، وغطست كده البطايه في الميه، حطيت عليها تقل عشان تبقى كلها موجوده في محلول النقع، وسبتها ليله كامله. وبعد كده طلعتها، شطفتها كويس من جوه ومن بره كويس قوي قوي. وانا طبعا كنت غسلها قبل ما احطها في محلول النقع، وغسله تاني بعد محلول النقع. تمام. وجبت كمان كده شويه من الملح وابتديت افرغ فيها كده الملح في كل حته عشان تبقى معايا زي الفل. تمام. وهنا طبعا الجلد بتاعها بيبقى ماسك فيها. انا هنا فتحت الجلد من اللحم علشان خاطر لما اعمل التتبيله تدخل جواها وتديني طعم حلو قوي. تمام. بعد ما انا خليت الجلد كده، ابتديت بقى ان انا انغز فيها واعمل فيها فتحات. انتي هتاكلي بقى بطايه ما كلتيش في حياتك بجمالها. بالطريقه دي انا بدخل التتبيله في كل قطعه انتي هتاكليها متبله وطعمها حلو قوي قوي، في الصدر وفي الجناب وفي كل حته فيها. ابتدي نغزيها. هو الجلد هيبقى لازق، افتحيه كده بطرف السكينه هيتفتح معاكي، ويبقى فيه مساحه ان انا احط فيها التتبيله مع التنغيز ده في الورك وفي الصدر وفي الجناح في كل حتة فيها. نغذيها كويس قوي قوي عشان ده هيفيدك بعد كده بان طعمها هيبقى حلو قوي، كل حتة فيها واخدة من التتبيلة الجميلة بتاعتنا. تمام. احنا النهاردة هنعملها ايه بقى؟ متبلة كده مع البرتقان. طالما في برتقان وبط يبقى لازم يجتمعوا مع بعض. تمام. انا هنا بقى محتاجة لها ايه؟ عصير برتقانية واحدة عصرتها، ومعايا طماطمايه كبيرة مبشورة وبصلاية مبشورة. بشرتهم بالمبشرة العادية، لو حابة تعمليهم في الكبة ممكن. ومعايا التوابل ملح وجنزبيل وبهارات مشاوي وقرفة ورشة كده من جوز الطيب وملح. ومعايا هنا البهارات اللي هي بتاعت المشاوي، فيها برضو خلطة بهارات تاني، فما تزوديش عن كده عشان طعم البطاية كمان تبان ولحمها يبقى حلو. دلوقتي بقى هبتدي في ان انا هجهز التتبيله. سهله جدا وبسيطه. هتحطي كده كل التوابل بتاعتنا مع عصير البرتقانيه الحلو دوت، والطماطم المبشوره والبصل المبشور، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وكمان هحط عليهم معلقه كده هتديها طعم حلو قوي، وكمان هتخلي لونها جميل، هي معلقه الصويا صوص. هحط معلقه كده او معلقتين كبار حلوين، وهقلبهم في بعض. تمام. وتظبطي الملح بتاعك عشان الصويا صوص بيبقى مالح شويه، فشوفي ما تكتريش في الاول ملح. وهبتدي بقى ان انا كده ايه، املى البطه بالتتبيله من جوه ومن بره وتحت الجلد، مهم قوي عشان خاطر يدخل في الاخرام اللي احنا خرمناها كده للبطة، علشان تاكلي كل قطعة فيها تبقى طعمها حلو قوي وتبقى معاكي تحفة. انا هبتدي كده بقى في كل مكان افتح فيها، والحتت اللي هي ايه الجلد بتاعها ماسك شوية ابتدي اعمل فتحات عشان اتبلها من كل حتة. حلوة قوي لو انتي تبلتيها وسبتيها ليلة كاملة في التلاجة، هتبقى معاكي طبعا الطعم تحفة. لكن لو مستعجلة عليها تقدري ان انتي تسيبيها لمدة ساعتين. انا عقبال ما هي بقى تجهز معايا كنت بحضر الفريك. انا هنا معايا الكبد والقوانص بتاعة البطة، سلقتهم 3/4 تسوية كده. وبعد كده هعمل بقى بيهم الفريك. حطيت معلقة من السمنة عليها الكبد والقوانص اللي مسلوقة، وقطعتها وقلبتها كويس فيها في السمنة اخدت تشويحة. وبعد كده نزلت بالفريك. الفريك دوت انا كنت نقعاه برضو 4 5 ساعات كده علشان يبقى طري معايا. هحط عليه بقى التوابل، بشرة جوز الطيب، وهحط عليه كمان ملح وفلفل اسمر عشان يطلع معاكي حلو قوي وجميل وتحسي بطعم الفريك. ما تحطلهوش بهارات وتوابل، هو ملح وفلفل وجوز الطيب بس، هيدوكي طعم فوق الرائع. وكمان معاه الكبد والقوانص بتاعه البطه بعد ما سلقناها 3/4 سوا، هتديله طعم حلو قوي قوي.
وكمان احنا شلنا منها اي ريحة ولا اي زفر بموضوع السلق. ما تحطيش مع الفريك الكبد والقوانص نية علشان خاطر ما تدهوش طعم مش كويس. انا دلوقتي هحط عليها ربع كوباية كده من المية تتشربها، وبعد كده هاخد منها شوية عشان خاطر احشي البطة. دلوقتي انا خدت الفريك دوت برضو ناقص سوا شوية علشان هكملهم مع البطاية، لكن بقيت كمية الفريك انا هزودها شوية مية، ربع كوباية ربع كوباية كده، وتشربهم لغاية لما الفريك معايا يستوي ويبقى حلو ومفلفل، ما يبقاش فيه مية كده وطري، لا يستوي معايا على نار هادية كده، عشان خاطر هحطه مع البطة في الاخر، مش هحط كل الكمية مع البطة. تمام. هبدأ كده ألم كده الجلد عليها، وهحط لها خلة علشان خاطر تتقفل معايا وما يطلعش منها الفريك. احنا طبعا مش هنسلقها، احنا هنشويها، وهاخد برضو منها مرقة حلوة قوي قوي. هوريك ازاي دلوقتي. هجيب الصينية اللي انا هجهزها، حاطه فيها كده طرنشتين من البرتقال مع جزرايه متقطعه، وبقيه البصلايه اللي انا كنت بشراها، ولا لورا. وكمان هحط بقى معاها ميه مغليه. الميه دي طبعا هتاخد من طعم البرتقال والجزر والبصل واللورا والحاجات دي، هتبقى طعمها حلو اتنكهت بيها. وكمان هتتبخر شوية مع البطة، هتسويلي البطة على البخار، هتبقى اتشوت كده. وكمان هي هتنزل المية بتاعتها، وكل الجوس اللي فيها هينزل في المية دي اللي في الصينية، هتديني اجمل شوربة. انا حطيتها، وكمان حطيت عليها بقية التتبيلة بالمية بتاعتها عشان تنزل عليها المية اللي في الصينية دي، هتتحول معايا لمرقة، مرقة بط طعمها فوق الرائع، جميلة جدا. وفي نفس الوقت احنا واكلين البطة مشوية مش مسلوقة، فهتبقى حلوة قوي قوي معاك. انا كنت وانا بجهز البطة وبحشيها كنت مولعة الفرن، مهم ان انتي تدخليها على فرن سخن. وكمان اهم حاجة برضو معاكي ان انتي تكمريها كويس بالفويل كده، تكمريها كويس قوي علشان خاطر اي بخار ما يطلعش، وتستوي كويس قوي معايا. انا هسيبها ساعتين في الفرن تاخد تسويتها كويس قوي قوي. وبعد كده هقول لكم هعمل فيها ايه. بس هقفلها كده قفلتين تلاتة حلوين، وهدخلها الفرن، وهوريها لكم بعد ما طلعت من الفرن انا عملتها ازاي. طلعت معايا من الفرن كده بقت حلوة، طبعا ما كانتش لسه واخده اللون. جبت معلقه من معجون الطماطم على شويه من الصوص اللي نزل منها الشوربه المرقه الحلوه دي، حطيت شويه وعملتها بالفرشه كده، دهنتها بالفرشه، وحطيتها 5 دقايق بس تحت الشوايه، اخدت اللون الجميل دوت. هي معلقه من الصلصه مع شويه من المرقه بتاعتها، طلعت معايا اللون الحلو قوي قوي ده. ما اقولكوش على ريحتها وجمالها حلوة قوي قوي. وبصوا الفريك معايا كمان اللي ما دخلش جوه البطة مستوي حلوة قوي ومفلفل وجميل، شكلها تحفة وريحتها وطعمها حلوين قوي قوي قوي. هتعمليها معاكي بكل سهولة، ما بتاخدش وقت. هي بس فترة التسوية بتاعتها على درجة حرارة 200، اخدت معايا ساعتين في الفرن، وطلعت معايا مستوية وحلوة قوي قوي. وبصوا دايبة خالص، والصدر بتاعها جميل، وكمان كل قطعة فيها تتبيلة طعمها حلو قوي قوي. وعلى فكرة البرتقان، لو أول مرة تجربي البط بالبرتقان مش بيكون طعمه مسكر ولا حاجة، بالعكس ده بيبقى طعمها حلو قوي قوي، وما بيبقاش فيها أي ريحة زفارة ولا أي حاجة، عشان محلول النقع اللي عملناه. وبصوا بقى دي المرقة اللي نزلت منها حلوة قوي، لو تعملي بيها أي حاجة، لو حابة تعملي بيها رقاق تبقى معاكي تحفة. أنا حطيت كمان منها على الفريك وبقى طعمه حلو قوي. أشوفكم بخير، سلام.